الست سكبت سائل خاص على لوح زجاج. بعد كده استخدمت أداة علشان تفرده بشكل متساوي، ولما الطبقة نشفت تماماً شالتها من على اللوح. بعدين حطيتها على صباع راجل في الإبهام، ومع شوية تظبيط باللون الغطاء اللي على البصمة بقى لازق تماماً في صباعه، ومن بره ما كانش باين عليه أي اختلاف خالص. بعدها على طول الست تبعته وهو رايح البنك. الراجل قال إنه عايز يطلع الحاجات اللي في الخزنة. مدير البنك طلع ورقة الإيداع وبص في البيانات وقارنها بمعلومات الراجل، وبعد ما اتأكد إن مفيش مشكلة طلع المستندات وطلب من الراجل يوقع ويبصم. في اللحظة دي الست حطت الشنطة اللي في إيدها بهدوء على الورق اللي على الترابيزة، وقبل ما الراجل يبصم بعد التوقيع هي عملت نفسها خبطت الورق فوقع على الأرض. المدير نزل بسرعة علشان يلم الورق، وساعتها الراجل حط البصمة المزورة. المدير فحص البصمة بعدسة مكبرة ولسه ما خدش باله من حاجة، لأن الغطاء كان معمول باحتراف جدا وعدى الفحص بنجاح. لكن قبل ما المدير ياخد الراجل علشان يفتحوا الخزنة حصلت مشكلة. الراجل ده في الحقيقة كان ممثل ما أجراه الست، ولما الست بعدت عنه اتوتر ومبقاش عارف يتصرف. مدير البنك لاحظ إن في حاجة على طول قفل الخزنة، واتصل بالشرطة اللي حاصروا البنك فوراً.